بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا في احسن صحة وفي افضل حال، وفيديو جديد واخبار مهمة جدا قبل انطلاق مباراة الاهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري بساعة. مباراة مهمة جدا، كلنا امل كبير ان شاء الله ان الاهلي يقدر ان هو يحقق الفوز قدام الزمالك ويرفع الكاس. واوعى تنسى اللايف على اليوتيوب بعد المباراة باذن الله مباشرة، عشان هيكون في كلام مهم جدا. مبدئيا كده وقبل اي حاجه اوعى تنسى اللايك والاشتراك في القناه عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. وخلينا نشوف موضوعاتنا النهارده عندنا فيها ايه. اول حاجه لوكاس، اللاعب لوكاس اسادي التشيلي، لاعب موهبه كبيره جدا. صحف تشيلي كلها بلا استثناء بتتكلم عن هذا اللاعب. كل الصحف بتقول لك ان اللاعب ده هيكون ليه مستقبل كبير جدا، شايفينه اصلا ان هو ممكن يكون لاعب في الدوريات الاوروبيه. الاهلي دخل في تفاوض جاد جدا مع اللاعب. العبد لله كان اول واحد يتكلم في القصه ويتكلم في الاسم. جايب لك النهارده كل تفاصيل تفاوض النادي الاهلي. القيمه السوقيه للاعب بتتكلم في 2.5 مليون يورو، رقم كبير جدا للاعب عمره 21 سنه، مواليد 2004. انت متخيل الدنيا ماشيه ازاي؟ 21 سنه، لاعب 21 سنه، قيمته السوقيه بتتخطى ال 2.5 مليون يورو. وكمان عندنا اختيارات كابتن حسام حسن مدير الفني لمنتخب مصر في التوقف الدولي القادم، وبعض الغضب من بعض اللاعبين المستبعدين، وعلى رأسهم ناصر ماهر اللي نزل ستوري على انستجرام قوية جدا بيقول فيها ان هو حاسس بالظلم، وانه الاختيارات في منتخب مصر مش بتمشي بالكفاءة الفنية ولكن بتمشي بالحب. واتكلم يعني عن امور كتيرة جدا، وحاسس ان هو كإمكانيات يقدر ان هو يكون موجود، لكن للأسف كل مجهوده ضاع في الهواء. ده كلام مين؟ كلام ناصر ماهر. بس انا هنا عايز اقول كلمه لناصر ماهر. يعني الحقيقه ناصر ماهر اكيد مستواه اتطور جدا جدا مع نادي الزمالك، شايف مستوى قوي من اللاعب، لكن مشكلته ان هو بيلعب في حته فيها زحمه كبيره في منتخب مصر، زحمه قويه جدا. يعني عندك عمر مرموش، عندك محمد صلاح، عندك تريزيجيه، زيزو، عندك لاعبين كبار جدا في منتخب مصر. تواجده في المجموعه دي اعتقد ان هو ممكن يكون صعب. كمان طريقه لعب حسام حسن، وفي بعض المستبعدين الاخرين من قائمه كابتن حسام حسن ومنتخب مصر، وهم اللاعب ياسر ابراهيم واللاعب احمد نبيل كوكا. بس هنا عايزين نقول حاجه مهمه، الاثنين دول كان الطبيعي جدا ان هم يستبعدوا، الطبيعي جدا. وابقى انسان منافق لو انا في النادي الاهلي بقى اطالب ان اللاعبين دول يرحلوا وان احنا نبيع اللاعبين دول في الميركاتو الشتوي القادم، واقول لك بس يكونوا متواجدين او يستحقوا التواجد مع منتخب مصر. اكيد لا، اكيد لا، لا يستحقوا التواجد. ولا ياسر ابراهيم اللي كان متضايق قوي ان مروان عطيه يعني كان خد رجل المباراه وكان بيكز على اسنانه وزعلان. يعني كان زعلان ان زميله في الفريق بياخد رجل المباراه. فالحقيقه النوعيه دي من اللاعبين، ضيف على كده بقى الكوارث اللي بيعملها الدفاعيه الاخيره مع النادي الاهلي، طبيعي جدا ما تاهلوش ان هو يكون متواجد في منتخب مصر. كمان احمد نبيل كوكا نفس الموضوع، طبيعي جدا ان هو يكون مستبعد. خلينا قبل ما نخش في موضوعاتنا وخطة النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله اللي هيكسب بيها الزمالك، يا رب دعواتكم معانا. خلينا نقول قائمة منتخب مصر سريعا باختيار حسام حسن المدير الفني: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد صبحي في حراسة المرمى. عودة لأحمد الشناوي لمنتخب مصر، وصراحة يستحق إن هو يكون متواجد. في الدفاع: محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، ومحمد اسماعيل. لما تيجي تبص على اختيارات حسام حسن في منتخب مصر في مركز الدفاع، تعرف ان مصر ما فيهاش مدافعين. عشان لما كنت بقول لك ان النادي الاهلي لما هيجي يفكر في ميركاتو شتوي، لازم يفكر في الدفاع في لاعبين اجانب مش مصريين. احنا عندنا للاسف ندرة في هذه الاماكن، باك يمين، باك شمال، قلبي دفاع، ما عندناش. مصر ما فيهاش حرفيا حاليا، ما عندناش، فيش غير لاعب واحد بس الا وهو محمد عبد المنعم، وده اللي ان شاء الله الاهلي يتعاقد معاه باذن الله في الميركاتو الشتوي القادم. لكن غير كده
الاهلي محتاج ثلاثي اجنبي قوي، قلب دفاع وباك يمين وباك شمال اجانب، ده لو احنا عايزين نعدل الحته دي والمهازل اللي بتحصل في الحته دي من محمد هاني وكوكا. اما في خط النص فعندك مروان عطيه وحمدي فتحي ومهند لاشين، محمد شحاته، محمود صابر، تريزيجيه، ابراهيم عادل، مروان عثمان، عمر مرموش، محمد صلاح، زيزو ومحمود زلاكه. ولو خدت بالك هتلاقي في اسم جديد في منتخب مصر هو مروان عثمان ومحمود زلاكه. محمود زلاكه كان انضم قبل كده، لكن مروان عثمان لم ينضم من قبل لمنتخب مصر، لاعب سيراميكا اللي احرز الهدف في شباك محمد الشناوي في النادي الاهلي. الحقيقه لاعب محترم جدا ولاعب قوي جدا، بس الاسماء اللي انت شايفها دي مروان عثمان ومحمود زلاكه هي اللي خلت ناصر ماهر يطلع بالتغريده بتاعته ويطلع بالستوري بتاعه ويقول لك انا حاسس بالاضطهاد وحاسس ان انا ماليش مكان في منتخب مصر وحاسس بالظلم وبتاع، لانه حاسس انه من جواه يعني هو افضل من محمود زلاكه ومروان عثمان، لكن في النهايه هي اختيارات جهاز فني. اما في مركز الهجوم عندك صلاح محسن وعندك مصطفى محمد واسامه فيصل. عوده صلاح محسن لمنتخب مصر ومن وجهه نظري الشخصيه يستحق التواجد، ومن وجهه نظري كمان هو افضل من مصطفى محمد وافضل من اسامه فيصل في الوقت الحالي. لكن برضو لما تيجي تبص على هجوم منتخب مصر هتعرف ايه؟ هتعرف ان مصر ما فيهاش مهاجم صريح قولا واحدا. فالاهلي برضو عشان يلاقي ضلته في مركز المهاجم الصريح لابد من مهاجم اجنبي. شفت المركزين دول، مركز قلب الدفاع والباك اليمين والباك الشمال ومركز المهاجم الصريح، المركزين دول يعني الاهلي ما يقدرش يجيب اي لاعب مصري، لازم لاعبين اجانب، لان في مصر عندنا ندره، واختيارات المنتخب اللي هم افضل لاعبين في مصر بتقول الكلام ده. اوعى تنسى يا باشا اللايك والاشتراك في القناه علشان الناس تعرف ان في فيديو، وكمان يساعد في انتشار الفيديو، ومهم جدا. ومش هفكرك اوعى تنسى اللايف اللي بعد مباراه الاهلي والزمالك في السوبر مباشره، لايف ناري باذن الله نطلع نحتفل بيه بفوز النادي الاهلي. قبل ما اتكلم معاك في الخطه المتوقعه من ياس سورب في المباراه، عايز اتكلم في الصفقه المهمه جدا للنادي الاهلي اللي كان العبد لله اول من تحدث فيها، وهي اللاعب لوكاس اسادي. لوكاس اسادي مواليد 2004 من تشيلي، عنده 21 سنة، بيلعب في مركز خط النص المهاجم وكمان في مركز الجناح. قيمته السوقية 2.5 مليون يورو. بعض الهبيده بيقول لك ان واحد زي ده قيمته السوقيه 2.5 مليون يورو، لما الاهلي هيفكر يشتريه النادي بتاعه مش هياخد اقل من 3 و3.5 مليون يورو. يا اذكى اخواتك، يا اللي ما بتقراش، يا اللي بتحاول تهبد وخلاص، اللاعب اصلا عقده هينتهي يوم 25/12 ينتهي عقد لوكاس مع النادي التشيلي اللي هو نادي اسمه الجامعه التشيليه، اسم النادي كده. عقده ينتهي وما جددش التعاقد معاهم، فالاهلي بيتفاوض مع اللاعب ووكيله ملوش علاقه بالنادي اطلاقا. اللاعب هيجي للنادي الاهلي فري. وخد بالك من حاجه، التفكير في اللاعب داخل النادي الاهلي دوت المفروض ان هو فكر استثماري اكتر منه اي شيء. لاعب يعني الاهلي بيفكر ان هو يستثمر فيه 21 سنه، يعني لو قعد مع الاهلي 3 سنين ولا حاجه وحقق بطولات وانجازات وعمل اداء قوي، الاهلي ممكن يبيعه بمبالغ ضخمه جدا، في حين ان هو اصلا واخده ببلاش، حتى لو هيدفع مكافاه توقيع، حتى لو هيدفع لوكيله نسبه او الكلام ده كله، لكن عمره ما هيتقارن بان الاهلي يدفع مبلغ كبير في لاعب لناديه. فبالتالي اكيد هتكون صفقه ربحانه لو الاهلي فعلا استغلها بالشكل الامثل. لكن طبعا بين قوسين اوعى تنسى كابوس محمد الضوي كريستو. ايوه، محمد الضوي كريستو اللي كان ليه تجربه مع النادي الاهلي، للاسف كانت تجربه غير ناجحه بالمره. كان موجود في النادي الاهلي ما استفادش منه اطلاقا خالص، اللاعب زي ما جه زي ما مشي. لكن ان شاء الله الوضع مع اللاعب ده هيكون مختلف، لان زي ما قلت لك في تشيلي بيعتبروه انه يعني حد صاعد بسرعه الصاروخ. يكفي ان اقول لك ان هو قيمته السوقيه وهو عنده 21 سنه 2.5 مليون يورو، فده اكيد لاعب محترم ومحترم جدا. طيب، عايز اتكلم معاك بقى في بعض تفاصيل المباراه الهامه بين الاهلي والزمالك اللي ان شاء الله باذن الله كلها دقايق وتبدا. الحكم التركي، كان في حكم انجليزي خد بالك هو اللي حكم المباراه، لكن تم الاستقرار على الحكم التركي بعد اعتذار الحكم الانجليزي في اخر لحظه ان هو يدير المباراه.
الحكم التركي ليه ذكرى جيدة جدا مع النادي الأهلي. الذكرى هي فوز النادي الأهلي على نادي العين في الانتر كونتيننتال 3-0. هذا الحكم هو من كان يحكم هذه المباراة، الحكم التركي خليل أموت. خليل أموت رغم كل اللغط اللي بيتقال عليه وبيقول لك انه معرفش اتضرب في الدوري التركي وانه معرفش عمل ايه وعمل ايه، انا ما يهمنيش كل الكلام ده. انا اللي يهمني ان الحكم ده انا شفته بعيني بيحكم لناديه تمام في كأس العالم للأندية الانتر كونتيننتال تحت مظلة الفيفا، فأكيد الفيفا مش هيجيب يعني حكم أي كلام عشان يحكم مباراة مهمة في الانتر كونتيننتال للأهلي والعين الإماراتي، فأكيد كان حكم جيد، والحقيقة كان حكم جيد في المباراة، ما كانش معاه كانش عنده أي مشاكل، ما كانش فيه أي مشاكل خالص أو ملاحظات قلناها على الحكم. إن شاء الله يكون فأل حلو للنادي الأهلي بإذن الله بفوزه على نادي الزمالك إن شاء الله في المباراة. كمان عايزين نقول ان جميع تذاكر الاهلي نفذت، جميع تذاكر الاهلي نفذت، اما تذاكر الزمالك ففيها اجزاء كتير شاغره. يعني هتشوف في المباراه اثناء المباراه مدرجات الزمالك يعني فيها اجزاء كتيره فاضيه، لان الزمالك انتوا عارفين كويس قوي ان هو اكبر شعبيه في الوطن العربي وفي الخليج، فطبعا بما انه اكبر شعبيه فللاسف تذاكره ما خلصتش، والاهلي هو اللي نفذت كل تذاكره في المباراه دي. معلومه كانت مهمه كان لازم ان احنا نقولها. طب كمان عايز اتكلم معاكم بقى في خطه النادي الاهلي. خطة النادي الأهلي وفيما يفكر رياس ثرب في المباراة. الحقيقة عشان نكون يعني واضحين وصراحة مع بعض، الأهلي من وجهة نظري أنا لازم يمتص حماس الزمالك في أول المباراة. ليه؟ الزمالك عنده خصلة أو عنده عادة إنه دايما بينزل مبارياته داخل وهجوم بشكل قوي جدا. دايما بتشوف الزمالك كده في اول، حتى مع المدير الفني السابق يانيك فيريرا كنت بتشوفه انه في اول المباراه بينزل بشكل قوي جدا، وبعد كده بتلاقي الاداء بيتراجع واحده واحده، وبتلاقي الدنيا بتهدى، وبتلاقي الاداء البدني بينزل. على ياس ثرب ان هو يستغل الحته دي، يستنفذ نادي الزمالك بدنيا بشكل كبير، وبعد كده يهجم بقى عليهم بكل ما اوتي من قوه. لكن عليه الحذر، دفاع النادي الاهلي فيه مشاكل كبيره جدا، لازم يكون في تامين دفاعي في اول المباراه بشكل كبير جدا ضد نادي الزمالك، علشان ما يحصلش لا قدر الله ان الاهلي يستقبل هدف او حاجه زي كده في اول المباراه. هتبقى مشكله كبيره جدا للنادي الاهلي لو استقبل لا قدر الله هدف في بدايه المباراه، لان زي ما قلت لك الزمالك دايما بينزل بروحه بجرينتا كده في اول المباراه، لكن عندهم بقى سلبيه ان طاقتهم بتستنفذ بسرعه، فممكن بعد كده الاهلي يستغل الحته دي. لكن لازم يكون في تامين دفاعي. شفنا كلنا ماتش سيراميكا اللي فات، الراجل لما حس ان في خطر كبير جدا على النادي الاهلي وان دفاع الاهلي حرفيا في مشكله والشوارع، نزل بثمان مدافعين حته واحده ضد سيراميكا، 3 في نص الملعب زائد 5 في الدفاع ورا علشان يقفل على نادي سيراميكا. فلازم ننزل في الشوط الاول بالذات قدام نادي الزمالك واحنا قافلين الدفاع ونص الملعب عاملين فيه زحمه بشكل قوي جدا، لحد ما نستنفذ ان شاء الله باذن الله قوة نادي الزمالك البدنية، وبعد كده هاجم يا باشا زي ما انت عايز وانزل بالتقايل زي ما انت عايز. زيزو هيكون ليه دور مهم جدا، براهن على الثبات الانفعالي لاحمد السيد زيزو، انه دي اول مواجهة ضد جماهير نادي الزمالك بشكل مباشر، فاكيد هيبقى الموضوع مش سهل. لكن حابب اقول معلومة صغيرة جدا، امام عاشور اتعرض لنفس المشاكل دي لكن قدر ان هو يتخطاها، زيزو كمان ان شاء الله هيقدر ان هو يتخطاها ويقدر ان هو يحقق انجازات كبيره جدا مع النادي الاهلي. زيزو عنده ثبات انفعالي، قوه في الشخصيه، هيقدر كويس قوي ان هو يفصل في اثناء المباراه من بعض الهتافات، وانا متوقع ان هيكون فيه هتافات قويه، لانه يعني عايز اقول لك ان جماهير الزمالك اصلا يعني مسكت محمد معروف الحكم في مباراه الزمالك وبيراميدز بين الشوطين غسلوه حرفيا شتيمه وسباب من كل نوع ومن كل لون. فانا متوقع انه جماهير الزمالك النهارده اكيد هتمسك احمد السيد زيزو في الشتيمه والكلام دوت، لكن على اللاعب ان هو يكون مؤهل نفسيا كويس للمباراه، على اللاعب انه يكون عارف كويس قوي ويشوف النماذج اللي قبله زي امام عاشور وغيره اتعاملوا ازاي لحد ما امام عاشور بقى واصل لافضل لاعب في افريقيا.
عليه ان هو يمشي على نفس الخطى، وانا كل ثقه ان شاء الله احمد السيد زيزو باذنك يا رب هيكون ليه دور مهم جدا في فوز النادي الاهلي النهارده ورفع الكاس ان شاء الله باذن الله للنادي الاهلي. اوعى تنسى وانا بخلص معاك الفيديو ان انت هنا في قناه احمد السيد اهلاوي. الكل اللي ما يعرفنيش دايما بقدم محتوى عن النادي الاهلي وكره القدم. لو مش متابعني اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك باذن الله كل جديد. واوعى تنسى اللايف المهم جدا بعد المباراه باذن الله بتاعت الاهلي والزمالك مباشره، علشان هيكون في كلام مهم قوي قوي. دايما هتلاقي الحصريات ودايما هتلاقي الاخبار والانفرادات الصحيحه، الانفرادات الصحيحه، مش الهبد، مش الكلام اللي بيتقال عشان الترند. لا، اي انفراد او اي خبر يخص النادي الاهلي دايما هتلاقيه هنا قبل اي حد تاني. في نهايه الحلقه بشكركم جدا، لحد ما اشوفكم في لايف قادم بعد مباراه الاهلي والزمالك. ليكم مني كل التحيه والحب والاحترام.